قم بشراء أجمل الملابس والأحذية الرياضية من موقع فاي سبورتس واحصل على خصم 5% مع أجمل القمصان والأحذية بأقل الأسعار وجودة عالية، وهذه المنتجات لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط المتجر وكود الخصم في صندوق الوصف، والشحن بيتم إلى جميع دول العالم. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. جايب لكم النهارده 10 مهارات من المهارات الجميله اللي تقدر تصنع منك مراوغ ولاعب مهاري. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وده حسابي على الانستجرام، ضيفوني عليه ويلا بينا نبدا. هنا لما يكون الخصم خلفك والكره جايه لك بتاخدها بسرعه بلمستين من القدم عكس الاتجاه عشان تقدر تمر منه وتراوغه بسهوله. I don't do it for the camera. I just do it cause I love it, do it cause I want it. I can never get enough, yeah. دي مهاره رائعه جدا وتقدر تعدي بيها من الخصم بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه انك تتبع الخطوات اللي هقول لك عليها دلوقتي عشان تقدر تتعلمها وتقدر تجدها بسهوله جدا. تابعوا معايا يلا بينا. عشان تتعلمها صح في البداية تتعود انك تمرر الكرة خلفك وهي ثابتة على الارض في اتجاه موازي ليه، وتعملها كده الاول لمدة بسيطة. الخطوة التانية هتعمل نفس الحركة بس مع دوران للجسم وضرب الكرة في الاتجاه الآخر، وهتفضل تتعلمها لغاية ما تتقنها وتتعلم عليها وتكون سريع معاك، وفي الآخر هتعملها كتير والكرة جاية لك وهي بتتحرك عشان تقدر تنفذها بسهولة. Got a couple hundred plans like yeah. Man I do it for the fans like yeah. I don't do it for the gram, no. Do it for the gram, no. Do it for the gram, oh nah. I don't do it for the camera. I just do it cause I love it. Do it cause I want it. I can never get enough, yeah. وانت على الاطراف وامام خصمك بتقوم بلف قدمك حول الكرة وتجريها في اتجاه، وتعمل انك هترفع اوفر وتخدعه بخلف قدمك، وبعد كده تعمل فينت وتمر منه على طريقة كريستيانو رونالدو. وعلى ما اظن ان الحركة دي سهلة بس محتاجة منك خفة اقدام. المهارة دي اللي استخدمها كريستيانو رونالدو في بهدلة خصمه. هو عمل ايه بالظبط؟ هو سحب الكورة بالطريقة دي على طريقة الستيب اوفر وسحبها بنفس رجله لقدام كعادته، وبعد كده عمل ان هو هيرفع اوفر راح واخدها كده وبقدمه عمل فينت وراح واخدها من الناحيه الثانيه وراح رافع على طول. الخصم عمل ايه؟ الخصم خد تاكلينج وهو بيعمل اول حركه، وبعد كده لما جه هاته كده الخصم ما كانش عنده توازن فقدر ان هو يعدي منه بسهوله، وجماهير قعدت تسقف له على الحركه دي. فالحركه دي هنتعلمها دلوقتي بكل سهوله. في المهارة دي هتعمل الدراج مع انسايد ستيب اوفر وتنط عليها باسفل قدمك بالشكل ده عشان تقدر تعدي بسهولة، ومع العلم ان المهارة دي مش صعبة وهتقدر انك تتعلمها مع التدريب اللي هقولك عليه. دي مهارة من المهارات اللي هتعمل لك شكل وتدي لك ثقة عالية في الملعب، وكمان تكون بتتحكم جيد فيها. ونشوف دلوقتي طريقة تعليمها ازاي. يلا بينا. دلوقتي يا شباب عشان تعلموا الحركة دي لازم تتقن مجموعة خطوات هنقولها دلوقتي. أول خطوة إنك تتعود إنك تعمل دراج باك بالشكل ده مع ستيب اوفر، يعني هتعمل الدراج باك كده بعد كده تعمل انسايد ستيب اوفر. هنا أنت لازم تعيد الحركة أكتر من 20 مرة يوميا. تاني خطوة هتعملها بعد ما تعمل الحاجات اللي قلت لك عليها دي، هتقوم تنط على الكورة عشان تسحبها كده، وبعد ما تخلص الحركة دي وبعد ما تخلص كل اللي انا قلت لكم عليه ده هتدمجوا المهارات كلها مع بعض، وبعد كده هتقوموا عاملينها مرة واحدة، وان شاء الله هتيجي معاكم بالطريقة الصحيحة بالطريقة الجيدة وتكونوا تقدروا تعملوها بسهولة بإذن الله. هتتعود على الحركة دي برضو اكتر من 20 مرة يوميا، وبعد كده زي كل مرة هتدمج المهارة كاملة وتعملها بالبطيء وبعد كده تسرع.
وانت بتجري بالكرة، اول ما تلاقي الخصم قريب منك بتضرب الكرة بداخل اقدامك الاتنين بجانب الخصم وتعدي منه على طول، وتقدر تعملها بثقة كبيرة لو اتمرنت عليها كويس. دي مهارة من ضمن مهارات التشوب اللي متميز بيها كريستيانو رونالدو، ولو اتقنتها وبقيت تعملها بسرعة هتقدر تعمل لك شكل رائع وجميل جدا في الملعب، وكمان تقدر تتعلمها بسرعة عشان هي سهلة جدا، وهقول لكم دلوقتي ازاي تتعلموها بالطريقة الصحيحة. يلا بينا نشوف هنتعلمها ازاي. هنا انت بتتمرن عليها كتير بالطريقه اللي انت شايفها قدامك عشان تعرف تتقنها كويس، وهتفضل تتعلمها ببطء وتحاول تسرعها تدريجيا لحد ما تتقنها كويس. وبعد ما تخلص التمرين عليها كده هتعملها وانت بتجري عشان تكون واخد عليها في الملعب وتحفظها كويس جدا وتقدر تنفذها بسهوله. في المهارة دي بتاخد الكرة من داخل قدمك إلى خارجها وبتنط كأنك هتعمل الرابونة وتخبطها من الخلف بداخل قدمك وتسحبها على شكل في. انت ممكن تكون شايفها صعبة لكنها سهلة جدا مع التعود، وتقدر تتعلمها بالطريقة دي لو اتبعت الخطوات. ودي مهارة رائعة جدا مع اتقانها، وتقدر بيها انك تدوخ خصمك وكمان تقدر تراوغه بكل سهولة، وكمان هتدي لك شكل رائع وانت بتعملها. بس اهم حاجة انك تنفذ الخطوات دي يوم بعد يوم عشان مستواك يتطور وتبقى جيد جدا في المهارة دي. وبعد ما تتقنها هتلاقي قدمك خدت عليها وتقدر انك تعملها لوحدك. وندخل دلوقتي على خطوات تعلم. الخطوة الأولى بتحرك الكرة من الداخل للخارج بالشكل ده لمدة بسيطة. الخطوة التانية بتعمل الحركة دي من غير ما تلمس الكرة لمدة بسيطة، وبعد كده بتعملها وانت بتخبط الكرة بقدمك لحد ما تتأكد انها بتيجي معاك بالشكل الصحيح. الخطوة الثالثة تعمل الحركة دي كاملة ببطء الأول، وبعد كده هتسرعها واحدة واحدة تدريجيا لحد ما تتأكد انها جت معاك، بس اتمرن عليها يوميا عشان تكون متقنها صح. هي دي المهارة زي ما انتم شايفين. هنشوف طريقة عملها الأول وندخل على تعليمها على طول. في البداية لازم تشوف الحركة الأول كامل بتتعمل ازاي ببطء، بعد كده بتاخد الحركة بشرح مفصل كل حركة لوحدها بتعملها، بعد كده بتدمجهم كلهم مع بعض. هنشوف دلوقتي الحركة بتتعمل ازاي كامل، بعد كده هنخش في المهارة التفصيلية ان هي كل حركة تتعمل لوحدها وفي الآخر بتدمجهم. هتعملها ازاي؟ هتعملها انك بتعملها بالشكل ده، وبعد كده بتاخدها بأسفل القدم كده وبتسحبها كده. هنشوف دلوقتي ازاي انك بتعمل كل حركة لوحدها مع اتقانها تقدر انك تعملها على طول باذن الله. يلا بينا نشوف كل حركه بتتعمل ازاي. دي الخطوه الاولى، هتعود داخل قدمك على لف الكوره بالشكل ده، وحاول تكون سريع فيها وتمرن على الخطوات دي كتير في البدايه. بعد ما اتعلمت الخطوة الأولى هتكمل الحركة مع ضرب الكرة بداخل القدم الأخرى خلف القدم اليمنى أو اليسرى على حسب استخدامك للكرة.
الخطوة الثالثة والأخيرة تدمج الخطوتين اللي قلناهم مع ضرب الكرة عكس الاتجاه، وهتفضل تعملها كتير لحد ما تتأكد إنها بتيجي معاك على طول بسهولة وبسرعة. وهتبتدي بتنفيذها على شخص وتتعود عليها في الملعب. دي مهارة الترينجل الرهيبة اللي بيستخدمها نيمار، وهي حركة حلوة جدا. بتسحب الكرة من الأمام للخلف على شكل حرف ال، وتسحبها في اتجاهك مرة أخرى وتضربها بوجه قدمك الضعيفة إلى مكان ما وتمر بسرعتها. دي مهارة مدهشة وسهل استخدامها ولازم تنفذها على وضع ثبات، ودي بيستخدمها لاعبين خط الوسط اثناء ما الخصم بيكون مندفع ليه. ونبدأ دلوقتي نشوف شرح المهارة، يلا بينا نشوف. الخطوة الأولى هتتعود على الحركة دي لحد ما تتقنها بشكل صحيح لمدة لا تتجاوز 10 دقايق يوميا، عشان يكون معاك وقت تكمل باقي المهارات. وفي المرة دي هتنفذ أول خطوة مع سحب الكرة من أسفل القدم القوية إلى وجه القدم الضعيفة، وهتعملها ببطء لحد ما تتقنها وتسرعها بعد كده. هنا انت بتعمل مجموعة مهارات بقدمك، وهوب بترفع الكرة من فوق الخصم اللي جاي عليك. بتستخدمها احيانا اما يكون 2 داخلين عليك، واحد امامك وواحد بجانبك، والخصم طبعا مش هيكون متوقع انك هتعملها كده. المهارة دي من المهارات الاستعراضية، بس ما انصحكش تعملها غير وانت كسبان او مستريح مع فريقك او بتلعب ماتش خماسي، لان المهارة دي من المهارات اللي انت بتخدع فيها الخصم وبتهينه بشكل غير مباشر. وهي فعلا اغلب استخدامها في الملاعب الخماسية، لان هي بتدي لك شكل استعراضي وجميل، وما انصحكش انك تعملها وانت خسران. تمام، ما انصحكش تعملها وانت خسران. وندخل دلوقتي على خطوات التعلم، يلا بينا نشوف. الخطوة الأولى بتعمل المهارة دي أو أي مهارة تانية أنت متقنها، أهم حاجة إنك تعملها بسرعة وتنفذ خطواتها بالشكل الصحيح. الخطوة التانية انت بتتعود انك ترفع الكرة بالشكل ده، ولو صعب عليك بتتمرن عليها وانت ماسك الكرة بايدك وبترفعها لحد ما تتعود عليها، وبعد كده هتنفذها بالطريقة دي، وهتدمج الخطوات دي كلها في مجموعة واحدة وتتدرب عليها كتير عشان تقدر تنفذها في الملعب. دي مهارة حلوة قوي، لانك بتخدع الخصم بسرعة اقدامك في اتجاهات عكس بعضها، وهو مش هيلحق يوصلك بسهولة لانك هتكون عديت منه خلاص. دي حركة جيدة لإخضاع خصمك بلمستين من الكورة بعد ما تنفذها بالشكل الصحيح، وبعد ما تنفذها انت هتكون في مكان وهو هيكون في مكان تاني خالص. ودلوقتي هندخل نشوف شرح المهارة، يلا بينا نشوف. بتعمل الحركة دي وتستمر عليها بالشكل ده ببطء عشان تعود قدمك عليها.
وبعد كده هتعملها بالشكل الطبيعي زي ما انت شايف كده لحد ما تلاقيها سهلة معاك. دي حركة مخادعة جدا للخصم اثناء ما بتكون على الاطراف وانت بتمرر الكورة من الاسفل الى وجه القدم، بتعمل انك هتشوت وتسحبها على طريقة الفي دروج، وكده هتمر منه على طول بسهولة. ودي طريقة جميلة جدا تقدر انك تخدع بيها خصمك وتراوغه وتمر منه بكل سهولة، وهي طريقة تعليمها سهلة وبسيطة وهنشوفها دلوقتي. وزي ما انتم شايفين كده ده اسلوب بطيء للحركة عشان تفهم كل التفاصيل قبل ما تبتدي في التعليم، عشان تكون واخد بالك كويس جدا من كل حركة تعملها وتقدر تنفذها في اي مكان في الملعب. اولا بتعود قدمك على الحركة دي لحد ما تتأكد انها بتيجي معاك دايما. ثانيا هتعود قدمك على الفي دروج، وعلى ما اعتقد دي سهلة جدا وكده مش فاضل غير انك تطبقها في الملعب عشان تكون متعود عليها. وبكده يا شباب انتهت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم، ومتنسوش اللايك، سبسكرايب، اراكم في التعليقات، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.